التفاصيل حول مباراة يوفنتوس والوداد الرياضي اليوم في كأس العالم للأندية 2025. موعد وتوقيت المباراة يوفنتوس ضد الوداد الرياضي. البطولة كأس العالم للأندية 2025. دور المجموعات. الجولة الثانية. التاريخ الأحد 22 من يونيو 2025. التوقيت الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب، الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية ومكة المكرمة. الملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية. موقف الفريقين قبل المباراة. يدخل يوفنتوس المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه العريض في الجولة الأولى على العين الإماراتي بنتيجة 5-0. يتصدر يوفنتوس مجموعته بفارق الأهداف، ويسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة لضمان التأهل المبكر إلى دور آل-16. يوفنتوس من الفرق التي تأهلت رسميا إلى كأس العالم للأندية 2025. الوداد الرياضي. يدخل الوداد المباراة تحت ضغط كبير بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مانشستر سيتي بنتيجة 0-2. يحتل الوداد المركز الثالث في مجموعته بدون نقاط، وهو بحاجة ماسة لتحقيق نتيجة إيجابية، الفوز أو التعادل على الأقل، للحفاظ على حظوظه في التأهل. يسعى الفريق البيضاوي لتعويض خسارته الأولى وإثبات قدراته أمام فريق أوروبي كبير. تحليل فني للمباراة. تعتبر هذه المباراة حاسمة للفريقين، وإن كانت أهميتها أكبر للوداد الذي يسعى لإبقاء آماله في التأهل حية. يوفنتوس. من المتوقع أن يعتمد يوفنتوس على أسلوبه المعتاد الذي يمزج بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية. بعد الفوز الكبير في المباراة الأولى، قد يدخل يوفنتوس اللقاء بثقة أكبر، وربما يحاول فرض سيطرته على وسط الملعب من البداية. يمتلك يوفنتوس لاعبين ذوي خبرة وقدرات فردية عالية يمكنهم صناعة الفارق. قد يلجأ المدرب إيغور تيودور إلى تدوير بعض اللاعبين للحفاظ على لياقتهم البدنية، مع الحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم. الوداد الرياضي. الوداد مطالب بالخروج بنتيجة إيجابية، مما يعني أنه قد يلعب بحذر في البداية لتجنب استقبال أهداف مبكرة، ثم يحاول الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة. قد يعتمد المدرب محمد أمين بن هاشم على التنظيم الدفاعي الجيد والضغط على لاعبي يوفنتوس في وسط الملعب لعرقلة بناء الهجمات. يجب على لاعبي الوداد استغلال أي فرصة تتاح لهم أمام المرمى والتحلي بالتركيز العالي طوال المباراة. من المهم للوداد أن يقدم أداء قتاليا وبروح عالية لتعويض الفارق الفني مع يوفنتوس. نقاط محتملة للمباراة. خط وسط المعركة. ستكون السيطرة على وسط الملعب مفتاحا للمباراة. أي فريق يفرض هيمنته على هذه المنطقة في بناء الهجمات وتعطيل هجمات الخصم. فعالية الهجوم. يوفنتوس أظهر فعالية تهديفية عالية في المباراة الأولى، وسيسعى لمواصلة ذلك، بينما على الوداد أن يكون أكثر فعالية أمام المرمى لاستغلال الفرص القليلة التي قد تتاح له. الأخطاء الفردية. في مثل هذه المباريات الكبيرة يمكن للأخطاء الفردية أن تكون حاسمة. أي خطأ في الدفاع أو التمرير قد يكلف الفريق غاليا. الخبرة. يمتلك يوفنتوس خبرة أكبر في البطولات الأوروبية الكبرى، وهذا قد يمنحهم ميزة في التعامل مع ضغط المباريات في كأس العالم للأندية. بشكل عام، تعتبر المباراة تحدي كبيرا للوداد، لكن كرة القدم مليئة بالمفاجآت. سيسعى الوداد لتقديم أقصى ما لديه لتحقيق نتيجة إيجابية، بينما يوفنتوس سيطمع في تأكيد صدارته للمجموعة والتأهل المبكر.